السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة العشاب الصغير محل الشيخ العطارين. النهاردة هنعمل مشروب أساسي من بتاعت رمضان، وهو مشروب التمر هندي. احنا هنعمله بطريقتين. الطريقة الأولانية اللي هي الطريقة الصناعية اللي هي بالشكل ده، ودي الموجودة في أغلب محلات العطارة أو عند الجماعة بتوع العصير، وطريقة عملها سهلة واحنا هنعملها. والتمر هندي اللي هو الاصل اللي هو بيجي بالشكل ده اهو. وهنشوف احنا هنعمل الاتنين ازاي. انا بصراحه ما بحبش ده، يعني احنا ضد الموضوع اللي هو كله تركيبات صناعيه والوان وروايح وملهاش علاقه بالموضوع ده خالص. بس انا برضه هعمله علشان خاطر الناس اللي هي ايه بتستسهل او ما بتعرفش تعمل ده او ما بتحبش طعمه، لانه برضه هو فيه طعم اللذاعه. بس الفكره ان ده صحي جدا، بيساعد على الهضم، فيه فيتامين سي منشط للدوره الدمويه، مهم جدا لقرح المعده، بيساعد على اخراج البراز. الناس اللي هي عندها امساك تقدر تفطر عليه، تفطر على منتج صحي قوي جدا. زي ما احنا قلنا بينشط الخماير بتاعه المعده، بيساعد على الهضم، وخصوصا ان انت هتبقى صايم فهتاكل كميه اكل كبيره، عايز حاجه تهضم وتساعد معايا في الاخراج. انا باخد قطعه كبيره مثلا. طريقه العمايل بقى بتاعت التمر هند اللي هو ده، انا باخد قطعه كبيره مثلا زي دول، قطعتين دول كده. لو انا بشتري القالب اللي هو زي ده، بقطعه مثلا على 4 مرات، واغليه في ميه سخنه. احطه في ميه سخنه والميه تغلي واطفي عليها واسيبها من بالليل للصبح. يعني القطعه دي مثلا في 2 لتر ميه، 2.5 لتر ميه مع السكر بتاعها، مع كوبايه سكر، واسيبها مع نفسها لحد الصبح. والصبح اصفيها كويس، اضربها في الخلاط واصفيها كويس، واحطها في اكياس. يعني اقسمها بقى على اكياس صغيره. القطعه مثلا هتبقى 200 جرام، 200 مللي، 300 مللي، يعني ال 2 لتر هيكفوني على 3 4 مرات، ممكن تكفيني 5 6 ايام ورا بعض. هطلع الكيس، هفكه في الميه اللي انا هستخدمها، ازود ميه على قدر الاستخدام او اللي انا عاوزه بس، وازود السكر برضو على حسب الاستخدام. انا شخصيا بفضل التمر هند ده، طعمه حلو وقلنا الفوائد الكتيره بتاعته. لكن ده السريع التيكاواي وبتاع المحلات. تعالوا نشوف هنعمل ده ازاي، ونشوفكم اخر الحلقه. نعمل النهارده ان شاء الله تعالى التمر هندي. اول حاجه كيلو سكر، اصفر ابيض احمر اخضر، المهم ان هو كيلو سكر بتاع التموين، بني بتاع الدايت، اي حاجه. كيلو سكر. اروح عند العطار اجيب ملح ليمون. هجيب ب5 جنيه ملح ليمون واقسمه على مرتين. ال5 جنيه لان انا الكيلو بياخد من 25 ل 30 جرام ملح ليمون. يبقى كيلو سكر عليه ملح الليمون واقلبه كويس. اجيب حاجة تانية عند العطار برضو، حاجة اسمها بني شوكولاتة. اجيب مثلا ب5 جنيه، ب10 جنيه. هو مش هياخد اكتر من 10 جرام، الكيلو مش هياخد اكتر من 10 جرام. واقلبه كويس، وهو ده اللي مهم جدا في التقليب اهو، يعني هو ده اللي هيغير اللون خالص. هو مش هيبان معايا دلوقتي، لكن هيبان في الميه. اهم حاجه التقليب الجيد. اللون بدأ يغير معايا اهو. واخر بقى حاجه اسانس تمر هندي، 10 جرام اسانس تمر هندي. واروح ماسكه من فوق كده 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 اهو ومقلب كله كويس جدا. ما شاء الله الريحه بتاعته قويه جدا. وكده يبقى احنا عملنا عصير التمر هندي
اللي بتباع في العصار. ان شاء الله على الريحة، اللون. من النهاردة مش هنشتري عصير من العصار، كله هيتعمل في البيت، نفس اللون نفس الطعم نفس الريحة. المعلقة الكبيرة اللي زي كده تقريبا بتشيل حوالي تمن كيلو، بيعمل 4 كوبايات 5 كوبايات على حسب المقدار. ورجعنا لكم مرة تانية بعد ما عملنا التمر هندي اللي هو الصناعي. المكونات بتاعته سهلة جدا وسريع جدا، برضه ما اكذبش عليكم هو طعمه حلو، ومفيش واحد بيعدي من قدام عصارة ما بيشربش العصير ده، لكن احنا لينا تحفظ عليه. بس قلنا التمر هندي اللي هو المفيد بتاعنا، الفوائد الكتيرة بتاعته، شكله لونه هيبقى عامل ازاي، هو ده يتوقف على مدى استجابتك للموضوع. نشوفكم في فيديو جديد وعصير جديد ان شاء الله تعالى مع العشاب الصغير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.